يا الله يا الله، السلام عليكم اخواني ورحمة الله وبركاته. عساكم بخير اجمعين ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. قبل كل شيء، قبل لا نبدي، ليش ما تشتركون اخوان؟ اشترك بالقناة خاطر يصير لنا واهس. اضغط متابعة، اشتراك، خلينا يصير لنا واهس ننشر لكم شوية شوية. بعد ما تسألوني افيدكم داخل القفص. هسه انا ما راح انشر لكم داخل القفص، تمام؟ اكو موضوع خارج، بانه بالبداية شوف الطيور، شوف الحديقة شلون وضعيتها. الدنيا الظهر هسه الشمس فوقانا، هاي الشمس زين. الموضوع شنو هو الموضوع؟ طيوري ما تبيض، طيوري ليش ما تتزاوج، وطيوري ليش ما تبيض؟ هذا السؤال يعني مستمر، سؤال مستمر. ليش ما تبيض وليش ما تتزاوج؟ اخوان، اول شيء انت مثلا عايفهم بقفص صغير ومقابلهن وقاعد 24 ساعة، تمام؟ القفص هذا يومية حركة، مرة برا، مرة بهذا المكان، مرة جوا بالبيت. هذا شيء غلط اخوان. تريد طيورك تنتج، ثبت مكانها. اول شيء تعرفهن نثية وفحل. اي زوج من الطيور اعرفهن نثية وفحل، تأكد من عدهن، وبعدين شنو؟ ثبت مكانهن. لازم يثبت مكانهن. مو ثبتت مكانهن ورا يوم وين جيت قلت لي اقول لك ما بيضن وما تزاوجن، هذا مو حكي. ثبت مكانهن، ثبت مكانهن، وفرت لهن اكل ومي، وخر عنهن، ابتعد عنهن، لا تظل لا طشمهن، ابتعد عنهن، خليهن يأمنن، يحسن بالامان، يحسن بانه هذا المكان مو خطر عليهن، هذا المكان امان الهن، متوفر الهن اكل، متوفر الهن مي، متوفر الهن بيت التعشيش. راح شنو؟ راح يبدن يتزاوجن. بعد ما يتزاوجن راح ينتجن عندك، راح يبيضن وراح يتكاثرن ان شاء الله، تمام؟ هذا السؤال اخوان يعني اجابته عليه سريعه، هو يعني بشرح هواي، لكن اجابته سريعه خليتها على مود توصل لك فكره اسرع، احسن ما اظل اسولف هواي وادوخك وانت كل شيء ما استفاديت. بعدين تقول انا ما جمعت شيء. عرفت شلون؟ لا. شو تسوي؟ ثبت مكانهن، توخر عنهن، تخلي لهن اكل وما تاكد منهن نثيه وفحل. ثبت مكانهن، تخلي لهن اكل ومي. بيت التعشيش توخر عنهن، تجيهن ورا كل فتره، تجيهن تخلي لهن اكل ومي، بس تنتبه لهن يعني عن مسافه، تنتبه لهن ملقصات اكل ومي. لا تفكر بالانتاج، زين. وبعدين ان شاء الله راح يصير عندك انتاج. شوفوا لنا الفخاتي ما شاء الله، شوفوا لنا الفخاتي قاعده تزق بناتها، ما اعرف يعني ظاهر ما يبين، تمام. انا خلي اراويكم طيوري من الداخل. هذا طيوري من الداخل، انا عايف فخاتي وفناجس. هسه لانه الدنيا الظهر شمس صايره هيجي، الطيور هاي نافوره، الطيور ما جاي تبين. ما اعرف التصوير واضح عندكم مو واضح، ما ادري. المهم ان شاء الله واضح. يعني اذا سويتوا لنا واحد بالنشر ان شاء الله اصور لكم اوضح، واصور لكم الشيء اللي تحبون توصلوا له. عندي بعد انا طيور حب، وعندي غندور، وعندي جاوه، صلى على محمد وآل محمد. فهسه هذا الموجود عندي هنا، وعندي بالمحميه فوق جاوه وطير حب وغندور. نتمنى من عندكم تشتركون، تسوون نواهس. مع السلامة.